فاكرين المبنى ده اللي ظهر ساعة فيديو الشارع الرياضي وكله تساءل عنه هو المبنى ده يخص ايه؟ المبنى ده بقى مجلس مدينة محافظة بني سويف او بلدية بني سويف. وتأسست بلدية بني سويف او مجلس مدينة بني سويف بعد تأسيس المراكز اللي تابعة للمحافظة بشوية، وده هيكون في الغالب في أواخر القرن ال19 أو أوائل القرن ال20. وهتلاقي مجلس المدينة بداية الجزء الثاني للشارع الرياضي. وبلدية بني سويف قبل ما تبقى مبنى بلدية بني سويف كان مبنى مكتبة إسلام باشا، ده بقى واحد من أعيان محافظة بني سويف في عهد الملك فاروق، شخصية ليها وزنها وتقلها اللي أثرت في البلد. ومؤخرا هيتم نقل متحف آثار بني سويف اللي كان ورا حديقة الحيوان لمكتبة إسلام باشا كمكان أثري يضم فيه 3000 قطعة أثرية بين قطع أثرية وتوابيت ملكية، علشان هيئة الآثار لقت إن ده أكتر مكان يقدر يضم التحف الأثرية العظيمة دي. وبالفعل تم تسليم المكان لإعداده كمتحف للآثار علشان يتم نقل القطع الأثرية اللي موجودة في مخزن في مركز بهنسة اللي تابع لمحافظة المنيا واللي تابع لهيئة الآثار. دي بقى كانت قصة مجلس المدينة اللي كان في الأساس مكتبة إسلام باشا، واللي بيتم تجهيزه علشان يبقى متحف للآثار بمحافظة بني سويف. وجميلة يا بلدي.